يعني عشان تنجح في اختبار الدنيا ده لازم تنفذ الهدف اللي انت خلقت لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف انك تعبد الله سبحانه وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. 5 حاجات أساسية مطلوبين منك عشان تنجح في هذا الاختبار: انك تؤمن بالله، انك تعبد الله، انك تتقي الله، انك تحسن الى خلق الله، انك تقيم الدين. وهم ال5 حاجات دول اساسهم اركان الاسلام. لو بصيت على اركان الاسلام تلاقي اول ركن الايمان بالله، تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتؤمن به. تاني ركن الصلاه، اعلان ان انا بعبد الله سبحانه وتعالى وبسجد لله سبحانه وتعالى وبطيع الله سبحانه وتعالى. تالت ركن الصيام، انك انت تزكي نفسك، تتقي الله، تمتنع عما نهى الله عنه، تتحكم في شهواتك، تتقي الله. رابع ركن الزكاة، انك انت تخرج من رزقك وتحسن الى الناس، تعمل خير تنفع غيرك. الركن الخامس الحج، اننا نجتمع امة الاسلام كلها على الاتباع لله سبحانه وتعالى، على طاعة الله سبحانه وتعالى، على اقامة الدين. وهو ده الايمان والعمل الصالح، انك انت تصلح في نفسك، تصلح فيما حولك، تقيم الدين. الايمان والعمل الصالح هم الطريق الى الله سبحانه وتعالى، هم الطريق الى الجنة. أكتر من 100 مرة في القرآن ربنا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا. يبقى الإيمان والعمل الصالح هو الوسيلة الوحيدة، وهو النجاة، وهو الطريق إلى الجنة والنجاح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء بتاع الدنيا.